السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل الغدا النهارده مع بعض، بس نصلي على النبي ونبدأ مع بعض. انا حطيت بصلتين على النار لحد ما بقوا ايه، واخدين اللون الذهبي ده. هنزل بقى عليهم بالطماطم علشان خاطر اسيبها تتسبك بقى زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. اه كده بقى انا نزلت بالطماطم اهو. هحط لها بقى البهارات بتاعتها، اقلبها بس كده. هحط لها بقى شوية فلفل اسمر، واحط لها 7 بهارات، شوية كده قيمة نص معلقة، 7 بهارات، وشوية ملح، معلقة ملح صغيرة، ونص معلقة سكر، وحطت لهم معلقة بصل بودر وتوم بودر، وقمت مقلبة زي ما انتوا شايفين كده. واقوم بقى ايه مغطيها تتسبك بقى براحتها خالص. عقبال ما تتسبك اقوم عامله ايه بقى، اقوم معلقه جنب على الجناح. انا جايبه اجنحه نضفتها كويس وغسلتها كويس، وقمت حاطه طماطميه مقطعاها كذا حته كده لحد ما اتسبكت معايا بمعلقه سمنه. قمت نازله بالجناحه، وبعد كده بقى ايه، هرش عليها فلفل اسمر زي ما انتوا شايفين كده يا قمر انتوا، هي شويه ورق لورا، واحط لها البصلايه الحلوه القمر اللي انتوا شايفينها دي. قطعت البصلايه مكعبات عشان خاطر تاخد وتدي ايه الطعم، ياكل في الجناحة، والشوربة تبقى طعمه وحلو كده. انا حطيت ورق لورا وشوية فلفل اسمر وشوية ملح والبصلاية. عندكم بقى مستكة حبهان عادي، اللي عندكم حطوه. انا ما عنديش حبهان ولا مستكة وحطيت بقى ايه دول وخلاص. بسم الله ما شاء الله. هغطي عليها واسيبها بقى ايه تنشف خالص. بعد ما نشفت زودتها بقى المية، هي زي ما انتوا شايفين. شفت لون الشوربة عسل ازاي؟ التسبيكة اتسبكت اهي بتاعت السبانخ. نزلت بالمية عليها اهو، زودتها مية وهسيبها بقى تغلي. هقلبها بس كده معاكم واسيبها تغلي بقى. هغسل الرز، غسلت الرز وحطيت اللبن اهو كده ايه. غسلت الرز كويس وقمت حاطه بقى ايه، مزوده بشويه ميه، وقمت حاطه معلقه ملح كبيره، وهقلبه بقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هدخله بقى الفرن عشان ايه ادسه. عملت ايه بقى، الميه غلت ايه، انزل بالسبانخ. السبانخ دي كانت في الفريزر وطلعتها من الفريزر على التسبيكه على طول. اول ما الميه غلت اتسبكت التسبيكه، اتسبكت زودتها ميه غلت، قمت نازله بالسبانخ وقمت نازله بالخضره. ربطت الخضره ديت صبحه مش في الفريزر، السبانخ اللي كانت في الفريزر. هجيب بقى ايه معلقه توم اهيت. انا حاطه لها بقى البهارات بتاعتها. التوم دي بحطه مع الخضره والسبانخ اما باجي اسقطها. مش عايزه اقول لكم ريحتها قلب البيت قد ايه، والسبانخ دي فيها كميه غذاء بألف هنا على قلب اللي كلها يا رب. واعملوها يا حبايبي هتعجبكم والله العظيم. السبانخ دي احلى اكل واحلى فيتامينات وفيها حديد. وربنا يديكم الصحه ويخليلكم ولادكم يا رب انا وانتم. بس متنسوش اللايك والاشتراك في القناه. هعمل بقى ايه، تعالوا معايا بقى شوفوا احنا هنعمل ايه بقى. كده الاجنحه استوت، هطفي عليها بقى زي ما انتوا شايفين كده استوت. هطفي عليها واطلعها عشان احمر. والرز اتدس معاكم اهو، زودته سمنه. وبعد كده بقى ايه، هحطه على النار، على النار هاديه يتلدم بقى معايا بعد ما زقته بالسمنه. وبعد كده بقى ايه، هحمر جنب مني علشان خاطر ايه ما طولش الفيديو عليكم اكتر من كده.
هحمر بقى الأجنحة وبعد كده هغرف بقى. بصوا بقى الشكل القمر ده بقى. بصي الجناحة بعد ما حمرتها، بص السبانخ شكلها تفتح النفس ازاي. بصوا الشوربة لونها احمر وجميلة ازاي، شوية ملح وفلفل ورز عسل. تعالوا اتغدوا معايا بقى يا حبايب قلبي، ويا رب ما تنسوا اللايك والاشتراك.